السلام عليكم. لا فيديو ديال اليوم مسمن معمر عمارة مالحة وعمارة حلوة. فالعمارة الحلوة درتو بالتفاح معسل والقرفة. المالح درتو بالكفتة مشحرة مع البصلة وشوية ديال الفلفلة. فحاولت ما امكن نختصر الفيديو باش ما تجيش طويلة بزاف. آه، يلا هو نبداو على بركة الله ونشوفوا الطريقة ديال التوجد ديالو. فهنايا درت الدقيق ديال الفورس، الدقيق ديال الفينو او الدقيق الصفر، الملحه، وكنبدا ندير الماء دافي بشويه بشويه حتى كنعجنها مزيان مزيان مزيان. فمهم وهي العجينه تعجن مزيان. وكيف ما كتشوفوا معايا فكتجي العجينه رطبه، كنغطي عليها وكنخليها كترتاح واحد 30 دقيقه. فهذا هو المهم، تقريبا في العجينه ديال المسمن تعجن مزيان وترتاح. فهنا بالنسبه للعماره الاولى المالحه فكنقطع البصله رقيقه في مقله، كندير شويه ديال الزيت، كنخلي داك البصله كتهبط. غادي نزيد عليها الفلفله الحمراء، ما حراش بزاف، غير من السما بالحراره. كنشحرها، كنزيد عليها الكفته. بالنسبه للعطريه فاستعملت البابريكا، الكمون، سكينجبير، الملحه. ففي التالي من بعد ما كطيب الكفته كندير القزبر وكنطفي عليها البوطه. غادي نخليها على جنب. بالنسبه للعجينه من بعد ما ارتاحت واحد 30 35 دقيقه كنشكلها هكا على شكل كرات، وغادي نبدا نحطها في طبسيل اللي فيه الزيت وكنلبسها بداك الزيت، وغادي نغطي عليها وغادي نخليها ترتاح واحد 15 ولا 20 دقيقه باش يسهل عليا التسرح ديالها. فكيف قلت لكم هذا هو تقريبا المهم في العجينه ديال المسمن، وهي تخليوها ترتاح. فكنبدا هكا كنسرحها، كنطلقها بشويه ديال الزيت. بعد ما كنطلقها كنرش شويه ديال الدقيق، شويه ديال الزيت، غير رشه خفيفه، وكنبدا كنطويها على هذا الشكل هذا. فكيف ما كتشوفوا معايا العجينه معجونه مزيان ومرتاحه، فكتعطيني الطوع باش كنخدم بها كيف بغيت. رشه عاوتاني ديال الدقيق ورشه خفيفه ديال الزيت او الزبده، وكنبدا كنطوي على هذا الشكل هكا. فمن بعد ما ساليت العجينه كامله فغادي نبدا نسرح في داك المربعات. فانا هنايا غادي نسرح جوج مربعات، غادي نسرح الاول غادي نحطو على جنب، وغادي نسرح الثاني وغادي نحط فيه العماره. غادي نحاول نوزع داك العماره على داك المربع كامل، وغادي نغطي بالمسمنه الثانيه. غادي نسد الطرف ديالو كيف ما كتشوفوا معايا باش ما يتحليش، والمقله او لا بلونشات تكون سخونه، وغادي نبدا نحطهم على هذا الشكل هكا. رشه خفيفه ديال الزيت قبل ما نقلبهم، وغادي نبدا نقلبهم بالوحده. يعني تقريبا الزيت كنرش غير مره واحده غير قبل ما نقلبهم، وكنبقى هكا كنقلبهم حتى كيطيبوا. فهاد الطريقه اللي عجبني فيها وهي مسمن، ما كيجيش مزيت بزاف، فكيجي ناشف وفي نفس الوقت مفروق، ما كيجيش ملصق كيف ما غادي تشوفوا معايا هنايا. ندوزو دابا للشكل الثاني اللي درتو بالتفاح معسل. فكنقشر التفاح، كنزولو العظم الوسطاني، كنقطعو كيف ما كتشوفوا معايا مربعات صغيره. في مقله كندير شويه ديال الزبده، كنحط داك التفاح اللي قطعت، وكنبدا هكا كنشحرو. غادي نزيد عليه العسل، تقدروا تزيدوا غير السكر، رشه ديال القرفه، وغادي نخليه يتعسل. غادي نبدا نعمر بطبيعه الحال مسمن حتى كيكون برد داك التفاح معسل. كيف ما كتشوفوا معايا كنفرق كيف نفس الطريقه اللي درت في الاول، كنسد الجناب باش ما كيتحليش في الطياب. وفي مقله كندير شويه ديال الزيت، وغادي نبدا نحطهم ونطيبهم. ولكن فكيف ما كتشوفوا معايا فالطريقه سهله ماشي صعيبه. فكيف قلت لكم، فاللي عجبني انا في هذه الطريقه فما كيجيش مسيت وما كيجيش ملاصق. فزينته انا برشه ديال السكر ثقيل وخطيطين ديال القرفه، وهذا هو الشكل ديالو. فهذا الثاني درته في الفران، فاللي زدت عليه غير طريفين ديال التمر. وبنفس الطريقه كنسد الجنيبات مزيان،
وغير هذا اللي دخلته للفران ففلحته كيف ما كتشوفوا معايا بالموس على هذا الشكل هذا، ودهنته بشويه ديال الزبده. غادي ندخلو للفران وهذا هو الشكل ديالو. كنرش عليه رشه خفيفه ديال السكر بودره وهذا هو الشكل ديالو. فالتالي فهو مسمن ناتورال عادي طبيعي، فكنسرح عادي المربع ديال المسمن، ما كنزيدش المربع الثاني، فكندير غير واحد كنسرحو وكنبدا كنطيب. فكان غير انا قبل ما نقلب فكندير داك الرشه خفيفه ديال الزيت او ديال الزبده، فانا كندير غير الزيت، تقدروا ديروا الزبده، وكنبدا هكا كنقلبهم حتى كيطيبوا. فانتوما كتقلبوهم وما كيبداو كيتنفخوا كيف ما كتشوفوا معايا. فهذا هو الشكل ديالو كيف ما كتشوفوا معايا، فكيجي كله مفروق ومحلول. ف كيف ما قلت لكم الاساسي في عجينه ديال المسمن، العجينه تعجن مزيان وتخليوها ترتاح. والمقادير غتلقاهم في اول تعليق او في صندوق الوصف. ونلقاكم على خير والفيديو جديد ان شاء الله. نلقاكم على خير.